الزمالك كما عهدناه ضد المنطق ضد المستحيل. الزمالك بطل لكأس مصر للمرة ال29 في تاريخه على حساب بيراميدز المنافس الشريف. مبدئيا كده فوز الزمالك، انا كمشجع زملكاوي كنت متوقعه. بغض النظر هتقول لي بقى ايه اسبابك، ما فيش اي سبب يخليك تقول ان الزمالك يكسب بيراميدز. لكن انا كان رهاني ان 50% من قوة الزمالك في مدرجه، في جمهور. عشان كده انا مش هتكلم عن الماتش كتير واللي حصل فيه. انا عايز اقول حاجة واحدة بس، ان البطولة دي بعد ربنا السبب الاول فيها هو جمهور الزمالك، الجمهور اللي حضر الماتش في الاستاد. كل مشجع حضر الماتش في الاستاد. الناس دي امنت بيك في وقت الرهان عليك هيبقى صعب. الرهان ان الزمالك يفوز على بيراميدز وياخد كاس مصر. بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا، بيراميدز اقوى تيم في الدوري، بيراميدز اللي عنده بدل اللاعب 5 قدام. فانت بتتكلم يعني في فرقه ما شاء الله كل الخطوط، الى جانب ان هم فريق مش فنيا بس عاليين، لا تكتيكيا عاليين. عندهم مدرب عارف بيعمل ايه وبيقدر يأمن نفسه كويس. لما مثلا هو القدر خدمه مثلا في الماتش وقدر يجيب جون، يبقى صاحب هو البدايه يعني. طبيعي جدا ان بيراميدز قديما كان برضو بيكمل في نفس النهج بتاعه، بيلعب جيم هجومي، بيبقى عنده مساحات حتى لو كسبان. يمكن الفتره الوحيده اللي شفت بيراميدز فيها متماسك قوي كان فتره دياز زمان، اول ما تركي الشيخ خد النادي. كان فعلا النادي بيعمل كده. لكن مع يوريتيتش انا بشوف نسخه مغايره تماما لبيراميدز. ليه بقول بيراميدز فريق تكتيكيا قوي؟ لان بيراميدز بقى فريق اللي هو عارف بيعمل ايه. كل اللعيبه عندها مهام دفاعيه، كله تحت الكوره. يا جماعه احنا امبارح على باب منطقه جزاء، وفي منطقه الجزاء 7 لعيبه من بيراميدز على 3 من الزمالك، وبيلعبوا على التحولات. عندهم طبعا امكانيات، عندهم لعيبه امكانيات، يقدر يلعب على التحولات. يقدر مثلا باص من الكارتي يقدر يضرب دفاعك. يعني الموضوع صعب انك تعدي الجيم ويطلع بالشكل ده. فانا شايف ان السبب الاول جمهور الزمالك، بالاضافه لكده لتألق خط الظهر. لازم اشيد بحسام عبد المجيد والونش وباحمد فتوح وبنتايج. الصراحه يعني لازم اشيد بيهم. وادام جبنا سيره الاشاده، ففي لاعب تاني يستحق الاشاده فعلا وهو ناصر منسي. ناصر منسي في كل وقت انت بتحتاج فيه اللي يلحقك، فناصر هو اللي بيلحق. محتاج فيه انك انت تغير الوضع كله. يعني مثلا تخيل كده، ناصر ما جابش جون السوبر الافريقي ده. ناصر ما جابش جون امبارح. اهميه ناصر منسي للزمالك مش ان هو لعيب تقيل، ان هو لعيب بيعمل فرق، لا. اهميه ناصر منسي للزمالك ان هو لعيب عنده قلب وروح، لعيب يعتمد عليه. مش هتكلم على الجوانب الفنيه، لان لو اتكلمنا على الجوانب الفنيه فناصر منسي مهاجم شبه متكامل. مهاجم دايما متارجت الجون، ما بيعكش كتير، بيعمل الصح. بغض النظر ان هو لعيب بطيء، ان هو مثلا بدنيا مش قوي وبيتصاب كتير وكلام من ده. دي حاجات ممكن تتعمل لو هو اشتغل على نفسه شويه واجتهد وفكه من شعره خالص، عشان هو عضته شعره خفيف من قدام، هو مشكلته في شعره تقريبا. فهو يسيبه من شعره، تمام، ويركز بدني. هيفرق معانا قوي ناصر، هيفرق معانا قوي. ناصر منسي حط جول امبارح، الصراحه ما يجيبوش غير لعيب كبير، وكالعاده هو لعيب كبير فعلا. قراره كمهاجم بيدل ان هو مهاجم كبير. فكره ان هو دايما متارجت الجون، وبيبقى عنده سيناريو هو هيعمل ايه. مجرد ما يستلم هيلف هيسند على حد، بيبقى محدد سيناريو وعارف هو هيعمل ايه بالكوره قبل ما تجيله. مش اي حد بيعمل كده. انت قدام مهاجم بمواصفات كبيره فعلا، مهاجم كبير، مهاجم تقدر تقول مثالي لفريق زي الزمالك، مثالي لفريق بيعاني على مستوى الاجنحه. انا بلاعب بيراميدز امبارح بجناح مصطفى شلبي، ارضى لاعب كره في الدوري المصري، اسوأ لاعب كره في الدوري المصري. فانا ما عنديش حد. فالطبيعي جدا ان في وسط كل ده يبقى المنقذ بتاعي ناصر منسي كل مره. فهو لعيب يستحق الاشاده، ولا شيء غير الاشاده.
ابني على كده بقى. لازم مهاجم تاني فيرود تقيل يسند معاه. لازم الزمالك ما يعطلش يا جماعه. انا ما عنديش مهاجم في الفرقه غير ناصر، والزمالك بيشارك في كام بطوله. الزمالك بيلعب جيم كل 4 ايام، فناصر امكانياته البدنيه مش احسن حاجه، فبيقع مني كتير. فطبيعي جدا المهاجم اللي يجي يكون افضل من ناصر. تارجتك يكون مهاجم افضل من ناصر، ما تروحش تجيب حد اقل منه، لان ناصر فعلا مهاجم، فعلا مهاجم ممتاز. ما تقدرش تقول غير كده. الايام عماله تثبت ان هو مهاجم ممتاز، وجالنا رحمه من ربنا. زي ما فوزنا على بيراميدز كان رحمه من ربنا للجمهور ده. كابتن ايمن الرمادي راجل عمل اللي عليه ومشكورا، وكل حاجه تمام، كتر الف خيرك، وراجل محترم فعلا وذوق. لكن الوقت في الزمالك على ما اظن في صالحنا، وعلى ما اظن الناس في اداره التخطيط شغاله على ملف المدرب ده. المفروض من المفترض من فتره كبيره، واكيد هم حددوا اهدافهم يعني. فلو حضرتك عندك خطه جاهزه على طول، انك خلاص اتفقت مع اسم معين وهيجي يتولى المسؤوليه، وانك جبت بناء على المعطيات اللي فيها النادي والفريق، فتمام، خلص يلا اعلن يلا. حضرتك ما جبتش ولسه بتتكلم، فانت برضو حط في حساباتك ان في مدرب اوريدي اشتغل مع الفريق زي ايمن الرمادي، تمام، وراجل الى حد ما عمل المنطقي، وربك كملها بالستر وخدت الكاس. فلو مفيش خيارات كتير قدامك، او مفيش مثلا مدرب يناسب الزمالك فعلا ويناسب الفتره اللي فيها الزمالك، فمفيش مشاكل لو رحنا للخيار المصري. وايمن الرمادي من احسن الخيارات المطروحه في مصر يعني. وراجل اشتغل مع الفريق وايديه مع الفريق. ده لو ده لو انت اوريدي ما خلصتش يعني مع حد. لو انت لسه بتدور بقى، يا اما تجيب مدرب فعلا بمشروع، مدرب يناسبك ويكون احسن من الرمادي، تمام، كون انت ضامن كده، يا اما خلاص خليه هو يكمل. يعني انا شايف ان المرحله اللي فيها الزمالك الاهم من المدرب والاهم من اي شيء هو ضم لاعبين جدد. انا ترجيتي الصراحه لعيبه. اللعيبه، عماد النحاس، مع انا اسف يعني مسيره عماد النحاس مع كل الانديه كانت مسيره سيئه. في الاهلي كسب 6 ماتشات وخد دوري، وبنتائج وباداء. فانا الاهم، العنصر الاهم السكواد. اصل انت فكره انك هتعرف تجيب حد زي جوميز يعمل فسيخ شربات دي، انا عارف ان مش هتعرف، مش هتعرف بالسهل. المدربين اللي زي ده غاليين جدا. فانت وفر فلوسك لو انت الدنيا معاك يعني، ما انت ما رستش لسه. انا طبعا مع المدرب الاجنبي ايا كان، قولا واحدا يعني مع المدرب الاجنبي. لكن لو الدنيا ها لسه وانت بتشوف وبتعمل، لا يبقى خلاص هو يكمل، ووفر فلوسك للعيبه. طبعا النهارده كما هو متوقع الاهلي بيعلن عن صفقه كابتن بيزو، تمام، وبيعلن عنها في فيديو كده طلع مسروق من تقديم مانشستر يونايتد لبرونو فرنانديز اصلا. فيعني الموضوع يعني خد بروباجندا كبيره قوي، لكن يعني ما كانش فيه، ما يستاهلش الضجه دي كلها يعني، ما شفناش حاجه واو يعني. ما علينا. انا شايف ان موضوع زيزو طبيعي يكون هو يعني ناس كتير بتتكلم فيه، او هو محور احاديث الناس، لان الموضوع انتقال تاريخي لواحد لاعب كان في طريقه ان هو يكون ايقونه في الزمالك، وعنده تاريخ في الزمالك، 6 سنين مع الزمالك، خد بطولات كتير، والجمهور كان بيبص له ان هو احد كباتن او قاده الفريق كمان بدون مبالغه. لاعب الجمهور كان بينظر له ان هو رمز للجيل ده. طبعا هو بغض النظر عن اي شيء، مشاعر الجماهير نفسها انت ما تقدرش تتحكم فيها. لكن انا الحمد لله من بدري بدري شايف ان هو فنيا زيزو مش احسن حاجه، وان الزمالك للاسف بالغ في حساب اهميه زيزو للفريق. مجلس الاداره ان هو ناس يعني على الله، ما بيفهموش كوره، ما عندهمش خطه واضحه، وكان كل تفكيرهم ان هم ما يزعلوش الجمهور اللي بطبيعه الحال مش عايز زيزو يمشي. لكن انا الحمد لله اللي عارفني كويس عارف موقفي من زمان. انا شايف ان الزمالك كان بيتعرض لمحاوله ابتزاز من والد زيزو، محاولات ابتزاز كبيره جدا، بغض النظر عن الكلام اللي قاله طبعا النهارده مع ابراهيم فايق، لان ده انا مش هناقش الكلام اللي قاله، هيبقى من السذاجه ان انا اناقشه، لان ده حد باختصار
ده لعيب حلف بحياء بنته كذب، وحلف 50 ايمان، وحلف على المصحف كذب. فاللعيب اللي زي ده انت ما تامنلوش، فمش هاجي دلوقتي اصدقه، او ان انا هتفاعل مع اللي بيقوله وابتدي اناقشه. ده لعيب كذاب ايا كان مبرراته. احنا عارفين كلنا ان المجلس بتاعنا مجلس على الله، والدليل ان في لجنه تخطيط ولجنه استثمار هم اللي بيديروا النادي، ودول مجرد كرفانات. فاحنا عارفين اللي فيها كده كده، وعارفين ان هم اداروا ملف تجديدك ده بأسوأ شكل ممكن. لكن انا هقول رأيي. زيزو كان من المفترض ان احنا نبيعه، تمام، ما حصلش بسبب ضغط الجمهور، تمام، وسذاجة مجلس الإدارة ان هو ناس مش صحاب قرار، مش اصحاب قرار فعلا. أه، وما اظنش ان هم كانت حسبتهم حسبة فنية، لان بال6 مليون دولار او بال5 مليون دولار اللي جم فيه، كان ممكن انت لو عندك استراتيجية واضحة، كان ممكن انت تدعم احسن تدعيم ممكن بالفلوس دي وتعوض، وبالعكس ده انت تقوي فريقك اكتر بالفلوس دي. فانا الصراحة ما اقدرش اقول غير كده على المجلس ده، تمام. لكن انا متأكد 100% ان كل اللي هيقوله او كل اللي قاله زيزو مع ابراهيم فايق حبة كدب على حبة تلميع لابوه، ويقول لك ان عادي جدا ان ابوك ياخد عمولة كأنه وكيلك، وحصلت 20 مرة في الزمالك. لا، ما حصلتش في الزمالك ولا مرة. مفيش لعيب في مصر جاب ابوه في تجديد التعاقد وقال لك ليه عمولة غيرك. حاج توفيق، ابو احمد توفيق، كان بيقعد ما خدش عمولة من ابنه، ولما حتى لما وداه الاهلي ما خدش عمولة ولا حاجة، ولا حاجة والله. شفناش ابو محمد صلاح راح سافر وقال لك انا وكيل، ورامي عباس ده مدير اعماله. يعني ما شفناهاش احنا. هي بعديك بقى. انت كالعاده كنت بدايه الاهلي، دايما هو بدايه اي حقبه ماليه جديده. يعني قديما كان اكبر صفقه ممكن تجيبها ب 2 مليون جنيه، مليون جنيه، 3 مليون جنيه. مره واحده الاهلي بيروح يجيب اكوتي مانسا من المصري البورسعيدي ب 11 مليون جنيه. نعم. رفع اسعار اللعيبه ضعفين ثلاثه. صلاح محسن اتخن لعيب في مصر كان ب 20 وب 15. جه الاهلي دفع بدعم من تركي الشيخ 42 مليون جنيه لصلاح محسن. الاهلي برضو كان البدايه. مرتبات اللعيبه حتى محدش كسر حاجز ال 30 مليون غير الاهلي في مرتبات اللعيبه مع محمد الشناوي. وده اللي خلى زيزو خد من الزمالك في تجديده الاخير 30 مليون. بالمناسبه كان بياخدهم باستمرار، انه بياخدهم 2.5 مليون كل شهر من ممدوح عباس. اواخر كل شهر ابوه كان بيروح يستلم الشيك، فما تاخروش عليه زي ما هو قال، هو كذاب، تمام. فانت المره دي برضو بتبدا برضو حقبه ماليه جديده الكره المصريه داخله عليها، انك تدي اللعيب 100 مليون جنيه، تمام. تدي اللعيب 100 مليون جنيه في السنة. في السنه، السنه الواحده ب 100 مليون جنيه، وتدي له كمان منحه تعاقد 100 مليون، وتدي لابوه عموله هو الوسيط نادر شوقي 50 مليون. كذلك انت اللي بتبداها. نبتدي نسمع بقى ارقام 50 و60. وده انا قلت الحمد لله في فيديوهات كتير ان تبعات تجديد زيزو للزمالك اصلا كانت هتبقى كارثيه على المدى البعيد للزمالك. كنا نفتح على نفسنا طاقه جهنم. وقلت ساعتها حتى الناس اللي متابعاني لما تيجي تجدد ساعتها، مش دلوقتي، يعني ساعتها لما كنت بتكلم كنت قلت حد ضربت مثل بناصر ماهر، قلت لما تيجي تجدد له يطلب كام، وكان ناصر هو اللي مفوق الفرقه، مش دلوقتي يعني. بالمناسبه ناصر يعني محتاج يقف مع نفسه شويه. ما عجبنيش امبارح، يمكن عشان التوظيف ناحيه اليمين، لكن هو ما عجبنيش امبارح. يعني مش ده ناصر خالص يعني. بالشكل ده ناصر مش هيبقى لعيب اساسي لو الزمالك عمل فرقه محترمه. موضوع باين. فانا موضوع زيزو بالنسبه لي، ما يعني انا شايف ان الموضوع لازم ياخد البروباجندا دي اللي خدها، لان ده انتقال تاريخي للعيب كان في طريقه ان هو يكون لعيب ايقوني في الزمالك. وان صفقه هي اقوى في الصدى حتى من صفقه رضا عبعال قديما، لان رضا عبعال برضو يعني ما كانش زي زيزو، مع انه طبعا كان اجمد لعيب كره في مصر ساعتها. لكن برضو ما يعني احنا برضو في عصر السوشيال ميديا، وان الناس كلها بقت متابعه وعارفه كل حاجه وعارفه كل التفاصيل، عكس زمان الناس كانت يعني الجرايد اللي كانت متابعه الموضوع كانوا بيتكلموا في الموضوع على استحياء ايام رضا. بعد كده الهوجه حصلت يومين ثلاثه ورضا في الاهلي وخلاص، خلصت على كده. مفيش السوشيال ميديا بقى تقعد تعيد وتزيد والكلام من ده. فدلوقتي الموضوع اختلف، فطبيعي الاهتمام بيختلف.
فانا كزملكاوي هذا الانتقال لا يمثل لي اي شيء، لان انا كنت شايف ان الخلاص من زيزو هو بدايه مشروع حقيقي لفريق الكره في الزمالك. كان يجب التخلص من زيزو باي شكل. طبعا مش ان هو ينتقل مجاني للاهلي، كان لازم نبيعه، لكن اللي حصل حصل وهو انتقل للاهلي. فاحنا برضو عند النقطه اللي انا كنت عايز اوصل لها، ان فريق الكوره بالزمالك يدار باحترافيه، وان مرتبات فريق الكوره ما يكونش فيها تفاوت. لما انا كمشجع بطالب مثلا ان شيكابالا دلوقتي يعتزل، او ان عبد الله السعيد يمشي، انا شايف كده. شايف كده ليه؟ لان ما ينفعش لعيب عندي مثلا يكون زي حسام عبد المجيد بياخد 2.5 مليون جنيه في السنه يا جماعه، ولا مليون ونص في السنه، تمام؟ وشايف شيكابالا الكابتن شيكابالا ما بيلعبش وما بيعملش ومالوش دور مع الفرقه، وبياخد مثلا، هو شيكابالا بالمناسبه عقده في الزمالك 9 مليون، لكن هو بياخد 11 تانيين من الاستاذ ممدوح عباس، فهو عقده 20 مليون، لكن هو عقده في الزمالك فعلا 9 مليون. فلما اشوف شيكابالا بياخد كده وانا باخد كده، فحتى انت يعني دايما في موقف ضعف مع اللعيب اللي انت محتاجه فعلا، واللي انت واقف عليه فعلا زي حسام عبد المجيد، لانك انت بتقدره في الوقت الغلط، بتقدره بعد فوات الاوان. موضوع تجديد حسام عبد المجيد هيبقى شائك، وهتضطر تبيعه اول السنه، والايام بيننا، يعني انت هتضطر تبيعه اول السنه، دي حقيقه، لان هيبقى باقي له سنتين، فانت مش عايز يجي سنه عليك وما يكونش جدد. فطبيعي جدا لو جاله اوفر ب 3 4 مليون دولار هتبيعه، تمام؟ فانت يا سيدي حدد قرارك، عايز تقنع الولد ان هو يكمل، هاته. بص يا حسين، انت خدت بقالك 4 سنين معايا، بقيت لعيب اساسي وبقيت لعيب مهم، وتصعدت من قطاع الناشئين، عارفين ان مرتبك تعبان. فيا ابن الحلال، الناس اللي كانت هتجدد لزيزو يعني، تعالى يا حسام، خد 20 مليون اهم منحه تعاقد، تعويض ليك عن ال4 سنين اللي فاتوا، قشطه، واعمل عقد جديد، ضمن عقد جديد 4 سنين، هتاخد في السنه 25 مليون مثلا، عقد ب 100 مليون. هيرفض؟ مع وعد ان لو جالك عرض مناسب للاحتراف هنبيعك. هل هو ممكن يرفض عرض زي ده؟ وهل انا بحترم الونش جدا وبحبه، لكن هل مصلحه الفريق، مصلحه الفريق تقول ان مثلا الونش ياخد 20 وحسام ياخد مليون ونص؟ موضوع صعب الصراحه، مع احترام كامل للونش، لا حسام ياخد ازيد من الونش المفروض، لانه حسام هو اللعيب رقم واحد في دفاع الزمالك، هو اللعيب الاهم في دفاع الزمالك، هو اللعيب الذي لا يمكن الاستغناء عنه في دفاع الزمالك. فالموضوع لازم اكون انا شايفها مصلحه الفريق ايه، مصلحه الفريق هي تكون الترمومتر بتاعي، مش عشان اللعيب ساكت واخوه ساكت ولا هم ساكتين انت تطنش. فن اداره الازمات فعلا فن يفتقر ليه المجلس بتاع الزمالك كله، مش مجلس ازمه، لا مجلس ما يعرفش يحل ازمه، حاله استسلام غير طبيعيه، محاوله حتى استدعاء المظلوميه وانك تكون شكاي والكلام ده، انا بعتبرها ضعف منك، ضعف حتى في مخاطبه اصحاب القرار. فانا كمشجع صدقني، هل مثلا المشجع الزملكاوي اللي كان بيحب زيزو، او واحد زي مثلا هيحسبها ضربه لنادي الزمالك، هل هو مش حزين مثلا ان يشوف اهم لعيب عنده اخر 5 6 سنين مثلا، واحد من اللعيبه المهمه، حتى هو مش اهم لعيب طبعا، واحد من اللعيبه المهمه بيروح الاهلي المنافس التقليدي وببلاش؟ طبيعي يعني، موضوع صعب حضرتك فشلت فيه، فطبيعي جدا انا مش هستنى منك فشل تاني في اي ملف تاني، لانك انت خذلتني كمشجع. فمش هديك روشتات حتى انك ازاي تحافظ على العناصر المهمه لفريقك. انت المفروض تكون شايف يا فندم، يعني المفروض تكون شايف، عارف مين اللعيبه اللي هتبني عليها، اللي مشروعك من الاساس قايم عليها. كابتن عبد الله السعيد، كابتن عبد الله السعيد راجل خلاص، كابتن عبد الله مش قادر يرفع فاول، 40 سنه، كتر الف خيره. اللعيبه اللي زي دي، في الاساطير اللي زي عبد الله وزي شيكابالا، في نهايه مسيرتهم بيكرموا، مش بتطلب منهم انهم يشيلوا الفريق. فعبد الله السعيد شال الزمالك فعلا، وانا والله فرحان، احد اسباب فرحتي بالكاس ان عبد الله في سنه ونص خد معانا بطولتين، سوبر افريقي وكاس، معقوله، معقوله برضه، يعني عمل معانا اهو، وكان عنصر مهم جدا وفعال، ويخرج من باب الكبير. وكذلك اتمنى ان الكابتن شيكابالا القدر اداك هديه انك انت تكون صاحب كره الفوز، الكوره ضربه الجزاء اللي جابت لنا الكاس.
على ما اظن نهايه جيده، نهايه جيده، خصوصا ان انا وانت عارفين ان خلاص يعني العمليه ما انت يا باشا كنت فارس 100 عقبه المغوار حياتك كلها. انا كمشجع بدين ليك بحاجات كتير قوي وذكريات كتيره وبحبك من كل قلبي، لكن يا كابتن خلاص موضوع يعني ناديك بقى محتاجك تخدمه بشكل تاني. نعتبرها كده، ناديك اللي انت بتنتمي له والجمهور اللي هو بيحبك وبيقدرك محتاجك تخدمه في حتة تانية من غير الملعب. على الدكة ممكن في منصب إداري، بعد كده عايز حضرتك تبقى مدرب، عايز تبقى عضو مجلس إدارة، انت حر بقى. فالزمالك خلاص انهى موسمه بالكامل. من دلوقتي لازم جمهور الزمالك يشتغل ان ازاي الفريق ده يتدعم، ان ازاي الجمهور يكون هو بوصلة الإدارة. مفيش حد أهم من الفريق، مصلحة الفريق يجب أن تكون فوق الجميع وبلا حسابات وبلا عواطف، لأنك أنت في مرحلة بناء فرقة تعز استفحال المنافسين بتوعك. قدامك 2 منافسين مش منافس واحد بيستفحلوا فريق عامل فيهم دريم ليج، والتاني بطل أفريقيا وهيعمل دريم ليج هو كمان وعنده دريم ليج أصلا. فأنت محتاج تبني فريق بطل، تبني فريق بطل، فريق ينافس، فلا مجال للعواطف. عايز اقوله ان في نهايه الموضوع بقى، الحمد لله اولا واخيرا ربنا كان رحيم بجمهور الزمالك وقدرنا وربنا كرمنا ببطوله، وقدرنا الحمد لله نحصل عليها من بيراميدز اقوى فرقه في الدوري واقوى فرقه في مصر وبطل دوري ابطال افريقيا والفريق المتكامل العو الخطر اللي جمهور الزمالك كان خايف منه ومرعوب. انا الحمد لله ما شكتش لحظه ان الزمالك هيخسر من قبل الماتش والله، كان رهاني دايما على الجمهور والحمد لله ربنا وفقنا عشان خاطر الجمهور ده. حاجه بقى اخيره عايز اختم بقى الفيديو، اي يوم بيقضيه مصطفى شلبي وسيف الجزيري ونبيل عماد دونجا في الزمالك فهو جريمة في حق النادي وفي حق جمهوره الكبير اللي بيفهم كورة، ان دول مش لعيبة كورة. الثلاثة دول عتالين، بالذات الواد اللي اسمه مصطفى شلبي بالذات ده. اللعيبة دي بتسيء للزمالك، اللعيبة اللي زي دي بتسيء لصورة الزمالك الذهنية. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك مثله لعيبة كبار، ما ينفعش في يوم من الايام يكون لعيب الستة بتاعه واد زي ده، ما ينفعش يكون الجناح بتاعه ارضى لعيب في الدوري المصري، ارضى لعيب في الدوري المصري بمصطفى شلبي، وما ينفعش يكون الفرود الاساسي بتاعي واحد زي سيف الجزيري. عيب، عيب والله. وكل